في حدث يستقطب ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه. لا تنجح الخطط الصحية بالجهود المنفردة، بل بمنظومة عمل متكاملة تتشارك فيها المؤسسات الحكومية والجهات الساندة لتقديم أفضل الخدمات الطبية. خلال زيارة الأربعين، اعتمد هذا المؤتمر على استعراض أهم النشاطات التي قدمت خلال السنوات السابقة من خدمة طبية وصحية، وكذلك التحضيرات ومشاركة أعداد وازدياد أعداد الأطباء والطبيبات والكادر التمريضي في الزيارة المليونية. ومن هذا المنطلق احتضن قسم شؤون الطبية في العتبة العباسية المقدسة أعمال الملتقى الطبي السادس الخاص بالزيارة الأربعينية بمشاركة دائرة صحة كربلاء والجهات الأمنية والخدمية والصحية، إلى جانب نخبة من المختصين في المجال الطبي. استعدادات دائرة صحة كربلاء بحمد الله وفضل الله سبحانه وتعالى مستمرة على طول العام لإحياء زيارة. من بعد الزيارة احنا نبدي نستعد للزيارة القادمة. الخبرة المتراكمة اللي موجودة في دائرة صحة كربلاء والكوادر الطبية والصحية وكذلك الجهات الساندة العتبتين المقدستين والهلال الأحمر وطبابة الجيش والحج الشعبي، هذه ولت عندنا خبرة متراكمة في سبيل أنه احنا نقدم أفضل خدمة لزائري الإمام الحسين. حقيقة شرفنا اليوم في حضور هذا المؤتمر القيم بدعوة كريمة من العتبة العباسية المقدسة لتسليط الضوء وتكثيف الجهود والتعاون الكبير بين كافة المؤسسات مقدمات الخدمة الصحية من دوائر الصحة ومقر الوزارة والعتبة العباسية من منشأها مفارزها الموجودة، ومن أيضا كافة الساندين والمتطوعين من أجل التكاتف وتوحيد الجهود، وأيضا إلى ردم الثغرات لا سمح الله في حالة وتلافيها من قبيل قدوم الزيارة الأربعينية. الملتقى شكل منصة لتوحيد الرؤى ومراجعة الخطط الصحية وبحث آليات التنسيق بين مختلف الجهات بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وانسيابية تقديم الخدمات الطبية بما يتناسب مع حجم الزيارة المليونية. لكربلاء 24، محمد التقي.